السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. معاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. ان شاء الله النهارده ان قصتنا تعجبكم واستنى ارائكم في كومنتات. ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه حبيبتي. عندي موضوع عاوزه افضفض معاكم فيه، لان الموضوع ده حساس شويه، مش هينفع اتكلم مع حد فيه. انا عندي اختين كبار وانا الاخت الاصغر. اختي الكبيره مريضه والوسطانيه مسافره بره مصر، وبحكم الظروف دي انا اللي شايله امي في كبرها. طبعا ربنا يديك الصحة ويقويكي ويخليكي ليها، وكل ده ربنا هيكتبهولك وهتلاقي اللي يعمل معاكي كده. ربنا يخليكي والدتك ومعلش انتي امك لازم تشيليها، مش هينفع تتخلي عنها. بعمل لها كل حاجة، كل ما تتخيلوه. المهم امي بتفرق في المعاملة بيني وبين اختي الكبيرة. ماشي، هي ممكن بتفرق في معاملة صعبان عليها اختك الكبيرة عشان تعبانة ومريضة، يعني ما تاخديش الموضوع بحساسية. بمعنى اختي الكبيره بتاخد من امي كل حاجه، تموين للبيت، لحوم وفراخ، وانا لا. يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس برضه انت مش هتحاسبيها، هي الام واكيد هي عارفه هي بتعمل ايه، ممكن متعوضك بحاجه تانية. وامي ما شاء الله معاشها حلو فوق ال 12,000 جنيه. كل اول شهر بتدي اختي 1000 جنيه. ممكن بتديلها عشان علاجها وعشان جوزها ما يقولهاش انا بعالجك بعمل. يمكن هي بتفكر في النقطه دي، انت ما تعرفيش برضو الام بتفكر ازاي. ممكن فعلا هي بتعمل كده عشان جوزها ما يعرفش، ممكن هي تعبانه ما يرملهاش كلمه، ما تحسش ليه مقصره معاها. وباخد 400 جنيه، وهي يعني بتديك انت ربع، هي بتدي لاختك 1000 وانت 400. وكل ده بيحصل قدام عيني وبزعل في نفسي. ولسه اخر موقف النهارده الصبح، اللهم بارك جالها لحمه كتير، قالت لي هاتي شنطه كبيره ومليتها بالصلاه على النبي لحمه، والله اكتر من 7 كيلو. فوجئت بتقول لي خليها لاختك. بصي انا مش عارفه اقول لك ايه، انا لو مكانك هزعل، بس انا مش عارفه اقول لامي انت صح ولا غلط. مش عارفه اعاتبها، مش عارفه اقول لها. عارف لو جيت عاتبتها تقول لي عشان انت قاعده معايا وشايفه وعامله، ممكن تعمل من ورايا. برضو الام يا جماعه ما ينفعش حد يحاسبها يقول لها انت بتعملي ايه وبتدي ايه. انت لو بتخدميها عشان ده واجب عليكي، مش عشان انت منتظره منها حاجه. ما ينفعش، الام لازم تخدميها وتشيليها. انت تخلي الام دي ملكه. ما ينفعش ان انا اقول لها انت ليه فرقتي ما بيني وبين اختي. ما ينفعش، انا مش هحاسبها. هي يمكن شايفه حاجه انا مش شايفاها. وفوجئت بتقول لي خليها لاختك. طب انا قاعده معاكي يا ماما وسايبه بيتي من اسبوع، بمسح واغسل واخرج اشتري طلبات للبيت، ماليش حاجه. كنت بتكسف اتكلم، لكن النهارده جبت اخري وقلت لها وانا ماليش نصيب. قالت لي ما انت بتاكلي معانا. مش عارفه اقول لك ايه، بس برضو امك. يعني انا بصراحه انا مش عارفه ارد عليكي، بس دي ام. مش هينفع انت تقولي لها حاجه. صعب عليا نفسي قوي وحسيت اني ماليش لازمه. مع العلم والله وحياة ولادي انا لو كلت مره عندها تاني مره بكون جايبه اكل من بره. طيب انا برضه مش عايزه الوم عليكي، انا من حقك تزعلي ومن حقك تشيلي، بس معلش. انت بتقولي امك ست كبيره، ما يمكن دماغها جايبها لكده، يمكن هي شايفه حاجه محدش شايفها. برضه اخزميها، اعملي اللي هي عايزاه. ما تحسسهاش ان انت بتعملي حاجه غصب عنك، لا ده واجب ومش غصب. الام الام يا جماعه، والله العظيم. لو في لحظه انت بصي، انت دلوقتي بتقولي لي انت زعلانه ومتضايقه منها، لو نمتي وصحيتي في لحظه ما لقيتهاش جنبك هتحسي ان انت في حاجه كبيره في رضاها. معلش انا بقول لك، انا مش بقول لك انت انا باجي عليكي، لا مش باجي عليكي، بس انا ما لهاش حل. مش هتعرفي يعني هي خلاص، هي ست كبيره وفاهمه اللي هي بتعمله ده صح، مش هينفع اللي انت تناقشها فيه. يعني كمان اكلي مش دايما من عندها، دي مشكلتي. قولوا لي انا غلطانه ولا عندي حق واعمل ايه، واسفه لو كنت طولت عليكم. كل سنه وانتم طيبين. بصي انت مش غلطانه، وانا بقول لك انت من حقك تزعلي، بس امك هتروحي تقولي لها ايه؟ انت ليه بتعاملي اختي كده وتعاملي انا كده؟
ردها هيبقى عليك ايه؟ هتقول لك امشي مش عايزاكي تعملي لي حاجتي. هتحسبها اللي انت ماسكاها من ايديها بتوجعها عشان هي مش عارفه تعمل حاجه، وعارفه ان اختها مريضه ومش هتقدر تيجي تعمل لها حاجه. ممكن تقول لك ما تروحي ما تجيليش، مش عايزه منك حاجه. انا مش بقول لك انت غلطانه، وبرده مش هقول لك انت صح. اعملي اللي عليكي واخدميها، وانت بصي جزاكي عند ربنا. ما تاثريش معاه في حاجه. والله والله هتلاقي ابنك او بنتك هيعملوا معاكي كده في الكبر. هيخدموكي، هيشيلوكي، مش هيأثروا معاكي. بصي من عمل يعمل. اوعي تأثري في حق امك حتى لو انت حاسه ان امك غلط. الام ما بتبقاش غلط، الام بس بيبقى تفكيرها معلش انا حاسه بنتي دي ممكن تكون محتاجه شويه، شايفاك انت جوزك مريحك، شايفه دي مريضه ممكن جوزها يكون تعبها في حاجه. مش لازم تحسسك تقول لك اختك لا، اختك ما عندهاش، اختك عندها. هي ممكن بتملى النقص اللي عند التانيه عشان ما يجيش جوزها يقول لها انت ما عندك ما عندكيش. يمكن انت شايفه حياتك مستقره مع جوزك، شايفه جوزك جايب لك كل حاجه ربنا يخليهولك، شايفه اختك التانيه لا. هي الام تفكيرها كده يا جماعه والله. وربنا يخلي لكل واحده امها، وربنا يرحم كل ام مش موجوده جنب بنتها. وانا ما كنتش طولت عليكم النهارده، ودي قصتنا. ويا ريت تبعتوا لي كومنتات شوفوا رايكم الراي ولا لا. هي فعلا كده صح تزعل ولا لا تكمل في اللي هي فيه وملهاش دعوه امها بتدي اختها قد ايه ما بتديش، عشان ما تحسش اللي امها اللي هي متابعه امها في كل حاجه. ومع السلامه مع فضفضه قلبي مع رنوش. سلام.